معنا الصحفي الجزائري حمزة الحناشي. صباح خير ونهارك زين. صباح الخير زميلتي عفاف، وصباح الخير ليك ولكل مستمعين إذاعة الديوان. يعيشك، شكرا ليك. كثرت في المدة الأخيرة حمزة حكاية الإيقافات نتاع التوانسة بتهمة تهريب المواد المدعمة الجزائرية. هل أنه الموضوع هذا جديد وإلا من قبل، أو أنه فما قوانين جديدة عملتها الدولة الجزائرية في علاقة بالمواد الغذائية والمواد المدعمة؟ فعلا زميلتي عفاف، الجزائر شهدت في الآونة الأخيرة وبالضبط منذ حوالي شهرين تحيين لبعض المواد القانونية الخاصة بالسلع التجارية والتهريب، خاصة بعدما شهدت الأسواق الجزائرية بعض الندرة خاصة في مادة الزيت، مما جعل الدولة الجزائرية تشدد هذه القوانين وتصنفها في خانة الجنايات، إضافة إلى تشديد الرقابة على مستوى الحدود الجزائرية بالمعبرين سواء على الحدود البرية أو الحدود الجوية. داكوغ، دونك وليت في خانة الجنايات، معناها جريمة هذايا ما عادش تفاد ليك. دونك ما عادش كيما قبل، معناها التوانسة اللي مساسين يمشيوا ويجيبوا سلع من الجزائر توا يلزمهم يعرفوا على شنو قادمين. كها وكل بلاد لازمنا نحترموا القوانين نتاعها. اعطيني بالضبط شنو ما الزوز سيارات اللي تم حجزهم مؤخرا واللي تحكي عليهم على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عملية حجز أكثر من 7000 من الحبوب المخدرة. عندكش فكرة على بعض التفاصيل؟ نعم زميلتي عفاف، اذا الحدود الجمارك الجزائريه على مستوى ولايه سوغهراس وبالمعبر الحدودي الحداده تمكنت في الايام القليله الماضيه من توقيف وحجز سيارتين تونسيتين بترقيم تونسي تحملان مواد غذائيه مدعمه، منها ماده الزيت وكذا حليب الاطفال، يعني حليب الرضع، دون فواتير، يعني دون فواتير ودون وثيقه رسميه، لانه هذا النشاط يعتبر عمل تجاري مقنن يستوجب شروط خاصه منها الفاتورات المقننه والمعتمده من طرف هنا من التجار الجزائريين. هذه السلع تم حجزها على مستوى المعابر الحدوديه من طرف فرقه الجمارك. تم توقيف هذه المركبات وتم توجيه الاتهام مباشره للاشقاء يعني التونسيين السائقين هذه المركبات ان الفعل الذي قاموا به يعتبر تهريب وعمل غير مقنن، مما يستوجب المتابعه الجزائيه لهم امام السلطات الجزائريه هنا في الجزائر. تم ايقافهم يعني؟ نعم زميلتي عفاف، تم ايقافهم وتوجيه التهمه الرسميه لهم في انتظار تقديمهم الى العداله في الايام المقبله. هذا بالنسبه للمواد المدعمه. بالنسبه للحبوب المخدره، فما اخبار دار وانه تم حجز اكثر من 7000 من الحبوب المخدره في سياره جزائريه. عندك فكره على هذا؟ نعم زميلتي عفاف، نفس الفرقه نتاع الجمارك في منطقه سوغهراس قامت بتوقيف سيارة جزائرية بالمعبر الحدودي اجتازت الحدود التونسية ومركز الجمارك التونسي بطريقة عادية، وعند دخولها إلى التراب الجزائري تم تفتيشها تفتيش دقيق، حيث تم العثور على أكثر من 7434 قرص مهلوس بهذه السيارة التي كان علامتها سلس جزائريين وبترقيم جزائري اجتازت الحدود التونسية للدخول إلى التراب الوطني الجزائري، حيث تم توقيفهم وتوجيه لهم الاتهام بإدخال مواد مخدرة من تراب أجنبي وتم تقديمهم إلى العدالة. تري بيان. آخر سؤال زميلنا حمزة الحناشي، بالنسبة لقضية التوانسة اللي تم إيقافهم المرة اللي فاتت، هل تم الحكم في هذه القضية أو مازال؟ وعندك شي فكرة شنو العقوبة اللي قد تتوجه لهم؟ نعم، الحافلة التي تم توقيفها بالقرب من الحدود الجزائرية على مستوى ولاية سبتة والتي كان على متنها 9 أشخاص منهم 7 تونسيين، تم توقيفهم من طرف مصالح الدرك الجزائري وتوجيه لهم تهمة التهريب. تم تقديمهم إلى العدالة وصدر الحكم الابتدائي في حقهم ب10 سنوات سجنا. هذا الابتدائي. دونك فما إمكانية للتعقيبة للاستئناف؟ نعم، يمكن لهم الطعن امام محكمه الجنايات الاستئنافيه على مستوى ولايه سبته، ولحد هذه الساعه لم يصدر بيان جديد او معلومه جديده بخصوص هذه القضيه. تري بيان، شكرا لك زميلنا الصحفي الجزائري حمزه الحناشي. لو فما اي معطيات جديده نرجعوا لبعضنا حتى نعلموا بها المستمعين. يعطيك الف صحه على كل هذه المعلومات.